عندك لفة جلاش ومحتارة تعملي بيها ايه؟ يلا بينا. هنعمل بيها أكلة اقتصادية جدا، هشة جدا ومورقة من جوه ومقرمشة من بره، ومن غير زبدة ومن غير سمنة، هيلثي جدا وخفيفة جدا وطعمها ايه حكاية. بس كده في الأول قبل ما نبدأ الفيديو اشتركي في القناة وفعلي الجرس كده وحطي لايك طبعا، واكتبي لنا كومنت حلو حلو كده، وشيروا الفيديو ده لكل حبايبك علشان الكل يستفيد. أنا أميرة أخصائية تغذية، ويلا بينا على بركة الله نبدأ الفيديو. اول حاجه جبت كده طاسه على النار، وكان عندي كده حته لحمه مفرومه في التلاجة، طلعتها كده. طبعا انا بطلع اللحمه تفك كده من الفريزر في التلاجة، علشان طبعا غلط جدا ان احنا نطلعها بره التلاجة. حطيتها كده بس في طاسه سخنه على النار، من غير بقى ولا نقطه زيت ولا اي حاجه خالص، بكتفي انا في الدهون اللي موجوده في اللحمه لما باجي اعصج اللحمه. اديتها كده تشويحه على النار عاليه لحد لما تغير لونها، وبعد كده جبت بصلايه متقطعه قطع صغيره كده او مفرومه في الكبه، وبدات انزل بيها على اللحمه بتاعتي، وبدا ان انا اشوحها معاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيبها كده 3 دقايق كده على النار ياخدوا كده مع بعض كده زي ما احنا شايفين كده. وبعد كده هننزل عليها برشه من الفلفل الاسمر ورشه كده من الملح، وكمان قرن فلفل كده سبايسي او ممكن بارد زي ما تحبي، بس انا طبعا بحب الحاجه السبايسي فحطيته كده حار شويه. هادّيهم كده تشويحة مع بعض، وأحط كمان رشة كده من ال7 بهارات، وطبعًا كان عندي كده في التلاجة شوية جزر كده متقطّع كده يعني صغيّر خالص أو مبشور ناعم كده، نزلت بيهم وهاسيبهم هو هيفُك كده مع بعضه وسِبتهم على النار. جبت بقى بولة كده حطيت فيها كوباية من الحليب، وهاحط عليهم كمان ربع كوباية بس من الزيت، لا بقى زبدة ولا سمنة أو أي حاجة، أيوه زيت بس يكون زيت نضيف ما يكونش ليه ريحة وِحشة أو طعم مش كويس. بعد كده هاحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهاحط عليهم معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا، وهاقلبهم كويس جدًا، ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر، بس كده مش أكتر. هادوب الخليط ده كويس جدًا، جدًا كده بالمعلقة بقى أو بالمضرب اليدوي. هنا بقى أنا كنت سِبت المعلقة ومسكت المضرب اليدوي وادوبهم كده واتأكد إن كله داب وبقى تمام التمام. ما فيش بيض، لأ في بيض بس استني كده عليَّ، هاجيب بقى بولة وهاجيب بيضة واحدة بس مش أكتر، وهاحطها كده في البولة وهارُبّها كويس جدًا. طب ليه مش نزلت بالبيضة على الخليط على طول؟ لأ ده يعني أنا مش غاوية إن أنا أوسّخ مواعين ولا حاجة والله، أنا باكره غسيل المواعين، لأ ده أنا لو حطيت البيضة على الحليب على طول مش هتدوب كويس، وهتسيب كده قطع كده أو كُتل كده متحجرة أو متماسكة كده في الحليب، ومش هتبقى حلوة خالص، خالص. فلازم إن إحنا ندوبها الأول وبعد كده نضيفها على الحليب، وكده سائل التوريق أو خليط التوريق بقى جاهز معانا، ولازم يكون القوام بالشكل ده. تعالوا بقى، كان عندي كده لفة جلاش كانت في التلاجة، كنت محتارة بصراحة أعمل بيها إيه لحد ما جت الفكرة دي كده، وقلت نقوم نعملها مع بعض. جبت كده لفة الجلاش، وتقدري إن انتي لقيت فيها طبعا حاجات مهرية وحاجات متكسرة، بس عادي جدا ولا يهمنا خالص، ده كله هنستخدمه ومش هنرميه، احنا ما بنرميش حاجة. هاجيب كده الصينية بتاعتي وهاقطّعها عليها، لإن أنا هاقطّعها مستديرة، فحطيت الصينية وقصّيت الجلاش على قد الصينية بالضبط. وهاجيب كده بقى الجلاش بتاعي وهاحط كده، لازم الطبقة اللي تحت تبقى كده ماسكة بعضها. طبعًا دهنت الجلاش بتاعي بمعلقة كده من الزبدة أو من السمنة، أنا دهنتها سمنة، ولازم طبعًا دي تكون سمنة، معلش هي دي معلقة السمنة الوحيدة اللي هنستخدمها في الوصفة بتاعتنا. بعد كده باحط كده ورقة الجلاش، وكل ورقة وورقة هادهنها كده بفرشة كده أو مسحة خفيفة من السائل التوريق اللي إحنا عاملينه ده. أهو حاطة كده الكوباية بتاعتي أهي أو المَج بتاعي، وباحط كده مسحة خفيفة جدًا، جدًا كده منه على كل ورقة جلاش. هاحط بقى ورق الجلاش زي ما إحنا شايفين كده أهو، ورقة، ورقة لحد ما أحط نُص الكمية. بعد كده جِبت بقى اللحمة المفرومة بتاعتي اللي اتعصجت، بُصّوا بقى أهو الجزر بتاعنا المبشور فَك وبقى تحفة جدًا، جدًا. إيه الجمال ده! باجهّزه كده وباحطه في الفريزر، بيبقى جاهز كده بقى لأي خلطة أو أي حاجة فيها جزر زي ما إحنا شايفين. حاولي كده إن اللحمة المفرومة ما تروحش على الحواف علشان ما تتحرقش وتسمر كده وتنشف، ويبقى طعمها وشكلها كمان مش حلو. بعد كده جبت الجلاش اللي انا كنت مقطعاه من حواف الصينيه وحطيته كده فوق اللحمه، واديته دهنه طبعا من السائل التوريق اللي احنا عاملينه، وبدات انزل بباقي الورق بتاعنا كده واحده واحده، وادهن كده بين كل واحده واحده كده دهنه خفيفه، ولازم طبعا الورقه اللي فوق تكون سليمه وتكون متماسكه. بعد كده بقى هقطعهم بقى زي ما احنا عايزين، مثلثات، مربعات. انا هنا قطعتهم مربعات صغيره علشان اللي ياخد مربع كده ياكله كده بألف هنا وشفا. هاجيب بقى كمية السائل اللي باقية زي ما احنا شايفين كده، وهبدأ ان انا اصبها كلها على الصينية زي ما احنا شايفين كده. ناس هتقول هتغرق معانا، غرقيها بس وملكيش علاقة خالص، وهتشوفي النتيجة في الاخر.
اهو حطيت الكمية كلها زي ما احنا شايفين كده، وبعد كده هجيب بقى رشة من حبة البركة ورشة كمان من السمسم، ودي كمان اختياري ممكن تستغني عنها، بس اللي موجودة ضيفيها. بتفيد قيمة غذائية وكمان شكل وطعم ولا اروع من كده. هنا بقى في المرحلة دي كنت مسخنة الفرن على درجة حرارة 220 درجة من فوق ومن تحت. انا بعمل المخبوزات في فرن الكهرباء، فانا مشغلاه من فوق ومن تحت. لازم يكون الفرن بتاعك سخن جدا جدا. في الفرن بقى هتلاحظ ان هي بتبقبق كده، هتقولي يا دي النيله دي باظت بقى والاكله باظت. لا، ما باظتش ولا اي حاجه خالص، الاكله 10 على 10. هتشوفيها دلوقتي. هنخرجها بقى بالفرن بعد ما اخدت لون زي ما احنا شايفين كده من فوق ومن تحت. شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه، هشه جدا ومورقه جدا. هعيد بس على التقطيعه كده علشان تظهر معايا، ويلا بينا كده بقى بسرعه نشوف اخبارها ايه بالظبط. عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، مقرمشه جدا من بره كده وهشه ومورقه وطريه جدا من جوه. وادي الصينيه ما فيهاش ولا نقطه زيت. هتجيب منين الزيت ولا السمنه اذا كان هي اصلا هيلسي جدا وما فيهاش اي سمنه؟ بصوا بقى مورقه ازاي، بوريكم هي قد ايه مورقه وكريسبي جدا من بره، وطعمها بقى ولا اروع من كده. شايفين الجمال؟ ايه الجمال ده؟ بجد طعمها يا جماعة تحفة تحفة تحفة. الولاد من ورا الكاميرا طبعا كل واحد عايز يدوق وعايزيني اقفل الكاميرا بسرعة. هنا كنت بوريكم هي قد ايه مورقة وطبقات زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا شايفين التوريقة؟ اظن بقى مش محتاجة اتكلم بعد كده، لازم بقى تقومي تجربيها كده. هنا هسمعكم كده الصوت. سامعين بقى صوت الخرفشه دي؟ الخرفشه دي من بره، لكن من جوه هي طريه جدا وناعمه جدا وخفيفه جدا. ما تحسيش بقى ان انت بتاكلي الجلاش اللي كله سمنه او كله كده زبده. لا، تحفه. لازم تجربيها وتقولوا لي رايك فيها ايه في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير واشتراك في القناه وفعل الجرس للكل علشان يوصلك مني كل جديد. وما تنسيش ان هي كمان تنفع للانش بوكس كده للاطفال في المدارس، هيحبوها جدا، مغذيه ومفيده. وممكن كمان تستبدلي حشوة اللحمة بحشوة فراخ معصجة، وممكن كمان جبنة زي ما تحبي. دمتم بقى في حفظ الله، والسلام عليكم.